فين الريموت؟ وانت بصوره كده العاديه، لان انت وانت بتبطئ اصلا بيقطع. بس مش معاك. ما ده هيعوز مسمار، لا المسمار هيبقى من فوق. واقع كده كده هكملها كده هنجمعها كده. نجيب ليه كده من قدام. زي ما وعدناكم باقوى التجميعات الاقتصاديه اللي ممكن تفكر تشتريها، لانها بكل بساطه بتجمع ما بين كل شيء، ما بين الجيمز والبرمجه وكمان الجرافيك، وبمعنى اصح فهو جهاز قيمه مقابل سعر. فلو مش متابعنا اكيد فايتك كتير. انا ايمن عزب ودي قناه AI Store Computer Service. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو اول مره تشوفنا فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن بيع الاجهزه الاستيراد، وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ومبدئيا كده الفيديو ده لو وصل ل 1000 لايك، العرض اللي جاي يا جماعه هيتعمل خصم 30% عن ما بنبيع بمناسبه السنه الجديده لكل عملاء AI الكرام ان شاء الله. ورجعنا ليكم بتجميعات من تاني، والعرض ده للناس اللي عايزه حاجه تكون حديثه وفي نفس الوقت تكون RGB. ومش بس كده، ده انت تقدر بالجهاز ده تعمل سيت اب حلو وتستفيد بشكل الجهاز. ومش بس كده، ده انت كمان هتاخد اداء محترم سواء في الجيمز او في الشغل. وكمان جهاز النهارده هو قيمه كبيره مقابل سعر، ويا تلحق يا ما تلحقش لان ده عرض استثنائي. جهاز النهارده زي ما انت شايف هو عباره عن كيسه RGB من اكس جيمنج، وعليه ماذر بورد MSI 410. الموديل بتاعها اسمه B460M برو، والسوكت بتاعه هو LGA 1200. ومش بس كده، ده 6 كور 12 ثريد و12 ميجا كاش 2.9 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه بيوصل ل 4.3 جيجا هرتز، وكمان بياخد 65 واط، وعليه رامات 16 جيجا DDR4 التردد بتاعها 3000 قطعتين 8. ومش بس كده، ده كمان من ماركه محترمه جدا من سنايبر اكس، وعليه هارد 256 NVMe احدث تقنيه في الهاردات حاليا، وعليه هارد HDD 500 جيجا، وعليه باور سبلاي زيجماتيك 600 واط في 6 بن وفي 8 بن. وبجد الجهاز حاجه تحفه محترمه جدا جدا جدا. وزي ما احنا متعودين نشوف حاله الجهاز داخليا وخارجيا ونوصف المخارج بتاعته. زي ما احنا متعودين نشوف حاله الجهاز. طبعا حاله الجهاز اهي بعد ما جمعنا كل حاجه زي ما حضراتكم شفتوا. نخلع الازاز ده، هو طبعا بيتربط باربع مسامير عشان الامان. عندنا الفانه طبعا اوريجينال من انتل. عندنا قطعتين ال 16 جيجا، يعني كل قطعه 8 جيجا DDR4 التردد بتاعها 3000. عندنا البي سي اي اكسبريس. طبعا البورده الموديل بتاعها اهو B460M برو، حاجه محترمه جدا جدا جدا. 3 فان RGB من قدام، وفان اللي هي ورا دي بتسحب بتطرد، بتاخد الهواء من هنا تطلعه هنا طبعا عشان لو درجه الحراره عاليه ولا حاجه. وطبعا عندنا الهارد الNVMe راكب هنا زي ما حضراتكم شفتوا. وطبعا نروح لكارت الشاشه، هو GTX 1660 طبعا OC 6 جيجا DDR6. وحاله الكروت عندنا كده ما شاء الله حاله محترمه جدا جدا. وفي واحده HDMI وواحده ديسبلاي بورت وواحده DVI. حاله الكروت ما شاء الله. طبعا ده من شركه اسوس، حاجه محترمه جدا 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 يعني زي ما حضراتكم شايفين.
عايزين بقى نجيب ليه كده من قدام. ولو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديده. ونقول مواصفات الجهاز من تاني: هي كيسه من اكس جيمنج 3 فان، وعليها ماذر بورد اتش 410، عليها بروسيسور كور اي 5 10400 اف، وعليها رام 16 جيجا دي دي ار 4، وهارد اتش دي دي 500 جيجا، وهارد 256 جيجا، وعليها كارت شاشه جي تي اكس 1660 6 جيجا دي دي ار 6، وكمان عليها باور سبلاي فعلي 600 واط من زجماتيك، وفقط وحصري لعملاء شركه اي ب 21500 جنيه. ومتاح تعديل الامكانيات حسب رغبه حضراتكم، ومتاح شحن لجميع المحافظات، ومتاح تقسيط بفيزة مشتريات. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنتشرف ان احنا بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك هتحول لنا 500 جنيه جديه شراء على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، وهتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون. وحضرتك احنا بنصور الجهاز بعد ما نجهزه، بنصوره فيديو لحضرتك وبنبعته لك على الواتس، بتدينا التمام، بنقفل الجهاز في كرتونه وفي 2 وبنشحن الجهاز لحضرتك، وعند الاستلام بتدفع باقي ثمن المنتج. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع، احنا عنواننا في القاهره الزيتون، شارع ترعه الجبل، امام مسجد الظواهري، بجوار فتح الله جمله ماركت. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو واجهتك مشكله، حتى لو ضمانك خلص ولو بعد سنه، احنا بنساعدك في حلها. وانتظروا مزيد من العروض اللي تجيب حضراتكم بامر الله. والعرض اللي جاي يا جماعه في خصم 30% بمناسبه السنه الجديده، ولكن بشرط اعمل لي كومنت واعمل لي لايك، عايز الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا، ما انت لازم، في ناس مش فاهمه فبتحاول توصل لها المعلومه بطريقه بسيطه. على فكره انت بتتعامل مع كل الفئات، ففي فئات مش فاهمه، فانت بتحاول توصل لها الفكره بكل بساطه، فانت بتحاول توصل المعلومه التقنيه بكل بساطه. AI Store Computer Service.